من كل قلبي أطالب الأمة الإسلامية أن تخاطب الناس بدينها، أن تخاطبهم بما أنزل الله، تخاطب المتجبرين بما أنزل الله حتى لا يظلم الدين معه في الوقت الذي ترى في بلادهم من يسلم ويكون أقوى إسلاما من أبناء المسلمين أنفسهم. لا لشيء، إن هذا الإسلام لا يحتاج لتكلف ولا يحتاج أن نتكلف، إنما يحتاج إلى الصدق. أنا سني الآن ماشي في 76 وكثير من وصلوا 76. ألا يخافون أن غدا قد يطلبون إلى الحفرة؟ لماذا لا نخاطب الجميع بديننا؟ لماذا نخاطب هؤلاء بما قال الله ونسكت عن الكلام بأهوائنا وشهواتنا وسياساتنا الرعناء في معظم بلادنا؟ أما يكفينا أن هذا الكتاب حفظ من أجلنا وللإنسانية كلها؟ ألا نستحق أن تعاتبنا الإنسانية جميعا بين يدي الله لأننا فرطنا في تبليغ كلام الله لهم؟ بالحكمة أن نبلغ ديننا، بالتآلف أن نبلغ ديننا، بالاعتصام بحبل الله أن نبلغ ديننا، أن نرى فيما بيننا رحماء حتى نطلب الرحمة من غيرنا، أن ينتهي من حياتنا التجبر الذي وصل بنا إلى أن كل إنسان خايف من مصير معين. لماذا يستعبد بعضنا بعضا؟ أين مقدراتنا نحن المسلمين؟ الإسلام شمس لا تغيب، انبارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين. الإسلام شمس لا تغيب. الإسلام شمس لا تغيب، انبارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين. أتعرفون متى انتهينا؟ يوم أصبح للدين مملكة وليست أمة. أتعلمون متى هوينا؟ يوم أصبح للدين شيوخ وطوائف وجماعات يحرمون ويحللون حسب الأهواء وحسب هواء السلطان الذي يتنفسون. حرروا الإسلام من عباءة شيخ وتاج ملك ولحية تاجر، حينها ستعود للإسلام شمسه، رسالته، قوة الإنسان فيه. باسم فتاوي الشيوخ تحت طلب سقطت بغداد، نزفت دمشق، دفنا اليمن وقرأنا فاتحة الكتاب على طرابلس. باسم الدين تشتتت مصر، تاهت لبنان، ضاعت القدس. باسم الدين اعتمر الشاب خالد، وباسم الدنيا غنى لهم في مملكة خادم الحرمين الديدي. حين يصبح الدين ثوبا على مقاس مولاي السلطان، فلا تسألون عن القدس ولا عما كان من زمن سالف. فقط من حق الشاب خالد أن يعتمر في مكة ثم يحيي حفلا في جدة بعد أن يغتسل في ماء زمزم. الإسلام شمس لا تغيب، انبارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في عدد جديد من برنامج عمر راسك. عمر راسك، هل كنا على ضلالة؟ سؤال رفعته هند بنت عتبة لأبي سفيان رضي الله عنهما يوم فتح مكة، وكانت الإجابة واضحة: نعم، كنا على ضلالة. من الرياض إلى جدة، أم القرى تتوب على ما سبق من كفر بالفن والطرب. ومن الديدي إلى بوس الواوا خلي الواوا صح فإن الحالة شخبط شخبيط. من يوم فتحت رامب الرياض في موكب مهيب والليالي الملاح تتوالى، كانوا على ضلالة فنية. من الفنانين العرب الأكثر طلبا من الجمهور السعودي اليوم يعني كثير. اللبنانيين عندك مثلا وائل كفوري، عاصي الحلاني، مطلوبين. النساء طبعا نجوى كرام، أليسا، نانسي عجرم، كلهم مطلوبين. جيت على المصريين طبعا عمرو دياب، محمد حمائي برضو من المطلوبين، أنغام، شيرين. إن شاء الله راح نعمل مبدئيا حفلات نسائية في شهر يناير. ما في فنان تقول له تعال حفلة في السعودية يقول لا، يجيك فورا. يشوفون الجمهور السعودي جمهور راقي، يسمع بكل رقي ويحب الفن. يعني من إليسا إلى نانسي وصولا إلى أصالة وهيفاء، بوس الواوا خلي الواوا صح فإن مملكة خادم الحرمين تحولت إلى قبلة فنية لمن شاء واوا. ولأن بعض الظن إثم، فإن الهدف من هذا الانفتاح على أهل المغنى من طرف مملكة خادم الحرمين ليس كما يعتقد المغرضين أمثالي، لكنها خطة محكمة لكي تؤدي هيفاء أو شاب خالد أو نانسي عمرات
لعلهم يتوبون. الشاب خالد مثلا ضرب عصفورين بميكروفون واحد، طاف بالكعبة ثم اتجه مباشرة إلى منصة الطرب ليغني. الفنان الحقيقي كان كما الكوميديان، يعني كما في المسرح عنده وجهه هو في اللفظ، يعني تفهم إذا عنده فرحة كي يقول أيوة، ولا الأغنية تفهم إذا فيها فرحة ولا فيها مسج. دوره كان النجم العالمي نيلي هو الآخر أقرب ما يكون لجمهوره. في بلد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها غنت شعاب المملكة بصوت واحد: عائشة إيكوتموا. الشاب خالد وجون ترافولتا في السعودية. الشاب خالد بين العمرة والحفلة. للأسف لقد أثبت الكينج خالد أن المشكلة ليست في انفتاح نظام الكينج سليمان الفني فقط، ولكنها في شعاب وشعب كان يتحين فرصته التاريخية ليعبر عن مكنوناته، وخاصة بعد أن ظهر أنه يحفظ عن ظهر قلب موسوعة الشاب خالد الدينية، بالإضافة إلى ما تيسره من أغاني نجم الراب الأمريكي نيلي. الجميل في غزوة الشاب خالد أنه بمجرد ما غسل أعظامه وغنى في جدة أصابت العدوى سلفيي العالم الإسلامي بعد أن اكتشفوا كم كانوا مخدوعين. وهات هي دربوك ما فيك الرقص ولا في الشوارع. أخينا هذا ما صدق أن السعودية آمنت بالديدي، دار الهول في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان. بهذا المنحنى وهذه الحقائق الثابتة لن نستغرب أن يتدافع شيوخ الجهاد في رقبة سوريا وليبيا واليمن لإعطاء الملحمة الفنية في جدة بعدها الديني والتربوي والتاريخي، فكل شيء ممكن، أو كما قال الشاعر. يقول الشاعر: خطباؤنا وشيوخنا يا ربنا قالوا لنا إن الكلام محرم في الخطبتين، ورأوا بأن الداء في كوت الذبابة والدواء بغسله وبغمسها في كوبنا يا جل قدرك مرتين، ورووا لنا يا رب عن بول البعير بأن فيه منافعا للشاربين وأنه عذب زلال. علماؤنا يا رب منهمكون في التاريخ مشغولون في الأمم الخلت من قبلهم من 1000 قرن غابر، في هند في وحشي في الطلقاء والخلفاء في الأحساب والأنساب في خفي حنين. فقهاؤنا يا رب مختلفون في آمين في تكبيرة الإحرام في ضم اليدين، يا رب مختلفون في غسل الجنابة في المحيض وفي المثنى والثلاث وفي الطلاق وكل ما يعنى بأمر الخصيتين. يا رب متفقون بالإجماع أن حديث قص بيوتنا في الليل فوق رؤوسنا وصغارنا ونسائنا حسن ومتفق عليه وليس في هذا جدال، والكل باسم الدين كم كذبوا وكم قالوا وقالوا. شيوخ أو من كنا نسميهم لحومهم مسمومة عراهم الشاب خالد المتمايل لتتهوى أصطاب الفتوى، ومعها شيوخ كانوا يفتون بقطع يد المعدوم إذا ما سرق رغيفا، ويطبلون السلطان وحاشيته حين يرقصون، ويراقصون نتنياهو في الحين الذي يطلبون فيه من الناس أن يدعوا أكثر لنصرة القدس. الواقع أن اللعبة كانت مكشوفة من يومها الأول، من يوم تآمر مشايخ وأمراء النفط على بغداد صدام حسين لينتهي أي أثر لها. كانت معركة بغداد سقوط مريع وتآمر مفضوح وعلني من أمة النفط للإطاحة بآخر القلاع المحترمة والصامدة، وبسقوط بغداد تهاوى كل شيء. الأمة بقدسها سقطت يوم سقطت بغداد، وتاريخ السيطرة الصهيونية بدأ عام 2003 ليلة سقوط بغداد. البقية مجرد تداعيات. إسرائيل الآن لم يبقى لها من خصم سوى الأطفال. القدس بالنسبة لها أضحت لعبة أطفال، فقد مات كل الرجال. في غزة الأطفال هم الذين يستشهدون بعد أن حولتهم الآلة الدعائية إلى دروع بشرية في وجه قنابل الفوسفور لتقتات من على ظهورهم حليبا. ففيما يحتمي الكبار في الخنادق والفنادق، فإنهم وحدهم الأطفال وأجساد الأطفال من تحولت إلى هدف صهيوني غاشم. في القدس نفس الأطفال يدفعون الآن الثمن
في هذه اللحظات ثمن أن يصمت ويجبن ويتآمر الكبار. لم يبقى لك يا قدس إلا أطفالك وصمود نسائك. ما أفظع أن تصبح الأمة حرة ابنة أحرار مصفوعة أو صبي مجرور من عنقه. فرقوا كتير، بيصيبوا إصابات كتير، بيخلوا الناس زي ما أنت شايف تنضرب وحشية كبيرة. لك الله يا قدس وليس لك سواه. آخر الهطول المشين من سماء الخلجان، تنافس محموم بين رعايا ورعاع النفط الإعلامي لإثبات نظرية أن القدس وعد سماوي لإسرائيل. ترى أين كان هؤلاء؟ هل ولدوا مع زمن ترامب أم أنهم جزء من عرض سينمائي بعد أن انتشرت دور السينما في مملكة خادم الحرمين كنوع من الانفتاح على هوليوود وأفلام هوليوود؟ أخيرا السعوديون سوف يستمتعون بمشاهدة الأفلام السينمائية في بلادهم. علينا أن نعترف وأن ندرك أن القدس هو رمز ديني لليهود ومقدس كقداسة مكة والمدينة للمسلمين. السينما تعود إلى السعودية بعد توقف دام 4 عقود. لدينا رسالة للعالم في نهاية الأمر، لدينا رسالة الإسلام، لدينا رسالة القيم. إذن الحكاية وما فيها سينما. ومن فيلم ترامب أمريكا رسول سلام إلى القدس حق إسرائيلي، فإن نياق المملكة وصلت لملعب عين مليلة بالجزائر، حيث الغضبة السعودية هذه المرة كانت من سعادة السفير. سعادة السفير الذي استشاط غضبا من جماهير عين مليلة بعد أن رفعوا لافتة كبيرة مسيئة لخادم الحرمين لأنها جمعت بين وجه جلالته ووجه الرئيس الأمريكي. السفير إنها سابقة وتعدي وإساءة مبيتة للذات الملكية. أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن فتح تحقيق في واقعة رفع اللافتة المسيئة للعاهل السعودي بملعب عين مليلة بولاية أم البواقي، وأن نتائجه الأولية أثبتت أن ما حدث يعد فعلا معزولا وانفراديا. ولفت الوزير إلى أن الجزائر والمملكة العربية السعودية بلدان شقيقان تربطهما علاقة تاريخية توطدت عبر مر السنين. طبعا ما حدث إساءة للذات الملكية. وأنصار عين مليلة حين رسموا على اللافتة الكبيرة وجهي الملك وترامب وكتبوا عليهما وجهان لعملة واحدة، لم يكن قصدهم الإساءة أبدا للملك، لأنهم يعلمون مسبقا أن ترامب أصبح مول الدار وقد رقص حتى مع جلالته وبالسيف، وكل المملكة شاهدة على الفرحة العارمة. إذن أين المشكلة؟ أترى الأشقاء ثاروا لأجل ترامب؟ ممكن. لا أعتقد. هل قرأتم ما كتب في اللافتة أم اكتفيتم بالصورة؟ القدس لنا والبيت لنا. إذن الغضبة ليست صورة مع هرقل أمريكا، ولكنها سابقة البيت لنا، يعني للمسلمين وليس لعائلة أو مملكة. فصل الخطاب. الأمور أصبحت واضحة، والجزائر التي اجتمعت أحزاب موالاتها في القاعة البيضاوية، أحزاب السلطة طبعا، لتصدح بصوت واحد القدس لنا، هي نفسها من اعتذرت على الإساءة واعتبرتها فعلا معزولا. اجي تفهم الدوخ الجزائر سياستها واعرة. التشكيلات السياسية بمختلف توجهاتها يوحدهم موقف واحد، انتصارا لفلسطين وعاصمتها الأبدية القدس. هو تجديد التأكيد وتنبيه من النساء في العالم بأن الجزائر ثابتة في مواقفها مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني. فلسطين عمرها ما تطيحش، الجزائر معها. المهم وبعيدا عن سياسة مع القدس ومع السعودية في نفس الوقت، نفس المكان، نفس الزمان، فإن الجزائر تبقى الاستثناء العظيم اللي يعرفه غير رب سبحانه. العنوان الكبير للسياسة الجزائرية، المهم ما نطيحوش في فم الحوت. على ذكر الحوت،
ما أخبار الحوت الأزرق الذي تزامن ظهوره على شواطئ عقولنا مع قضية القدس، لدرجة أن وزير العدل تحرك ضد مخترع اللعبة. توقع أن يرسلها قاضي التحقيق لبعض الدول قريبا لوح إنابات قضائية ضد مخترع الحوت الأزرق. بعيدا عن تدخل لوح، فإن بورصة الحوت الأزرق تراجعت رسميا وشعبيا إلى الرتبة الثانية بعد أن رفرفت بعين مليلة لافتة الملك وترامب، لتتراجع أي اللعبة إلى ذيل الترتيب، وذلك بعد أن ظهر بومارطو وما فعل في تمثال عين الفوارة بولاية سطيف. جا بومارطو نوض تكسر. رمز من رموز المدينة تاع سطيف. امرأة عزلاء تنظر إلى مغتصبها بعين الشفقة في سطيف. شوفوا الشعب الجزائري ما يقتلني، شوفوا شدر ما يقتلني، شوفوا شدر فيا، شوفوا يا الشعب الجزائري. هذا رمز هنايا في سطيف وعقبوا عليه أجيال بزاف. كيف سيتم تضميد جراح سطيفية بعد تخريب ربما؟ تأثر فعليا يعني على المشاعر يعني السطيفية بصفة عامة، ولكن ماذا نعمل؟ صب عليهم نقمتك وغضبك، صب عليهم نقمتك وغضبك. وي يا ويلتي سن الذراع. اما فيما يخص الشعور تاع المواطنين كما انا كما هما رانا مجروحين يعني في قلبنا وفي احساسنا. سبحان الله العظيم، امرأة عريانة دارته فرنسا ديال الجامع. انا نهيب للسلطات ولرئيس فخامة رئيس الجمهورية انه ينحي لنا هذه العار هذه من المدينة تاعنا. كيف سيتم تضميد جراح سطيفية بعد تخريبه؟ سؤال يجيبه رئيس البلدية بكل أسى وتأثر. ماذا نعمل؟ كما نكمل المواطنين رانا مجروحين في قلبنا وفي إحساسنا. جراح تم توقيفه متلبسا بهدم أجزاء من التمثال الذي يجسد امرأة عارية. عباس المهبول يزلزل سطيف ويخرب تمثال عين الفوارة. خربة، إحساس، تأثر. الغريب في زلزال بومارطو أن الجميع اهتم بما حدث لتمثال المرأة العارية وتعاطف مع الصخر، لكن ولا أحد قرأ الصورة بشكلها الآخر، شكلها المعكوس. مواطن جزائري بغض النظر عن جنونه من عدمه تعرض لوابل من الحجارة من طرف المدافعين عن التمثال. ماذا لو مات الرجل؟ سنقول قتلناه لحماية التمثال. في هذا البلد سيداتي سادتي، ومهما كانت القراءات الواقعة فإن التماثيل أغلى من الإنسان. للتماثيل في بلدي قيمة تتضاءل معها حياة الإنسان. المهم أن الدموع انهمرت والحوت الأزرق اختفى، وولي سطيف نزل على عجل لمواساة التمثال. اعذرينا أيتها المرأة العارية فقد خذلناك مع بومارطو. احتياطا يعني إذا كانت هناك ضرورة يمكن يعني استنساخ نسخة أخرى لعلم. الهدف هو الحفاظ عليها كما كانت منذ أن وضعت قبل 120 سنة. والي ولاية سطيف، وزير الثقافة، الحكومة كلها انتقلت لعين المكان، انتقلت لمواساة الضحية. سنعيد للصخرة مكانتها، نعيدها كما كانت. طبعا الشيخ سميسو لا علاقة له، الشيخ سميسو لا علاقة له بما حدث، ولم يكن المحرض على واقعة التمثال. أشهد بذلك. ماذا بيا ندير نداء لوالي ولاية سطيف إن كان يسمعنا. عندكم هذاك التمثال اللي خلاته لكم فرنسا، عندكم تمثال تاع امرأة عارية، يعني يقولوا لي 50 سنة ما قدرتوش تلبسوا لها جبة، ما راناش نقولوا لكم ريبوه، ما راناش نقولوا لكم نحوه على بالنا ما تقدروش. علاه مخلين صنم عريان؟ عيب وعار. هذه مذلة لسكان سطيف، عيب. ماذا بينا الوالي إن كان يسمعنا روح جيب فنان يلبس لها جبة سطيفية. للتاريخ، الزبيلة قناة النهار وعبر شيخها شميسو كانت أول من نبهت للعري وللجانب الأخلاقي المشين للتمثال، نبهت إلى ذلك مرة وعشرة.
لكن بعد الذي حدث اكتشفت أي الزميلة كما اكتشفنا، اكتشف الجميع أن الجزائر تعيش تحت وقع الصدمة، وأن التماثيل شعب يحميها. بعيدا عن محاولة إعطاء لون للحادثة من زاوية الصراع بين الحضارة والجهل، تخيلوا معي محاكمة افتراضية بهذا الشكل للمتهم الجبان بتخريب التمثال. القاضي موجها سؤاله إلى المتهم: أتعلم أي جرم اقترفت؟ المتهم: نعم سيدي القاضي، لقد قمت بتحطيم تمثال من مخلفات الاستعمار يجسد صورة امرأة عارية الصدر. وقطعه القاضي قبل أن يتم الوصف: هذا تمثال وليس صنم، والناس لا تعبده ولا تصلي له، ولا علاقة للأمر بالأخلاق، فلا تحور القضية وتعطيها بعدا دينيا. المتهم: سيدي القاضي، كنت أسير مع ابني وابنتي، وحين مررنا بعين الفوارة عطش الصبي فشرب منها، شرب من العين، ليسألني بعد أن ارتوى وهو ينقل بصره بين التمثال وأخته الصغرى: ما هذا يا أبي؟ أمن العادي أن نرسم امرأة عارية أو ننحتها؟ ولماذا تقولون أنه من العيب أن نرى صورة امرأة عارية إذا كنتم قد جسدتم لها مجسما يكشف كل تفاصيلها ومحاسنها؟ القاضي: لا تراوغني، مهما كانت مبرراتك القانون هو قانون. لقد قمت بعمل تخريبي في حق التاريخ والحضارة والثقافة. قاطعه المتهم: سيدي القاضي، أتقصد التاريخ الفرنسي أم الحضارة الفرنسية؟ ليواصل قائلا: أتدري سيدي قصة هذه الحضارة وذلك التمثال؟ إبان الحقبة الاستعمارية، ومنذ أكثر من 150 عاما انزعج حاكم المدينة العسكري من الشيوخ والسكان الذين كانوا يأتون للمنبع المائي ليتوضأوا ويصلوا ثم يلتفون في حلقات ذكر لقراءة القرآن. انزعج الحاكم فاهتدى لفكرة إنشاء التمثال وبصورته المفضوحة تلك، وذلك لكي يفرق الناس ويخلي الساحة من الصلاة والتلاوة. من يومها أصبحت عين الفوارة ساحة السيدة العارية التي تسقي الناس مياه عذبة. قاطعه القاضي: القانون أعمى، ولا علاقة له بالتاريخ ولا بما ذكرت من حكاية المشايخ أو ولديك اللذين كانا برفقتك. حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بفعل تخريب معلم تاريخي مهم. المتهم: كلمة أخيرة سيادة القاضي. سيدي القاضي، هل يمكنك أن تمر مع والدك أو أولادك أمام امرأة عارية في الشارع؟ هل يمكنك أن تشاهد صورة لامرأة عارية مع عائلتك على شاشة التلفزيون؟ ما الفرق بين تمثال يجسد كل تفاصيل المرأة وصورة عارية؟ القاضي فكر قليلا ثم قال: رفعت الجلسة، نادي على القضية التالية. القضية التالية: رئيس حمص عبد المجيد مناصر يتعرى أكثر من التمثال وتبتلع القطة لسانه. هذا شخص، هذه الفوارة موجودة من سنوات، لا يعني حتى وقت الطيارات هذه الدينية كانت قوية وكانت متجددة وما عملتش هذا العمل. فأنا يبدو لي الآن يوجد عمل سهولة التسجيل، سهولة نقل الصورة، فأصبحت إثارة وكاين فراغ. ربما عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تخلص خالص. فيتم التركيز على هذه الأعمال، ولكن أنا يجب أن توضع هذه الأعمال في مكانها المعزول، ولا علاقة لا بالأفكار ولا بالطيارات ولا شيء. جاتك البلا في شكلك، مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ مسكين، خاف أن يقول رأيه في التمثال. هؤلاء هم الإسلاميون للأسف، حتى التماثيل ترعبهم أحيانا. الإسلام شمس لا تغيب، انبارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين. إلى الفقرة الموالية. يحكى أنه في زمن مضى. فقرة يحكى أنه في زمن مضى. يحكى أنه في غابر العصر والآذان كان ديكا يؤذن كل صباح معلنا ميلاد فجر وموعد صلاة. ذات يوم تضايق منه أحدهم فهرع إليه حاملا سكينا ومتواعدا إياه بقوله: لئن أذنت مرة أخرى لأذبحنك. ولأن الخوف مذهب حتى عند ديكا، فإن ديكا الهمام ارتعب واعتزل الأذان وحتى التسبيح حفاظا على حياته. الديك المسالم والمطيع فوجئ مرة أخرى بذات الرجل وذات السكين المشهرة في وجهه، ومعه طلب غريب من صاحب السكين، حيث خاطبه قائلا: إن لم تصح مثل الدجاجات فسأذبحك. طبعا الديك ارتعب، ورغم تأففه إلا أنه اختار السلامة وحاك صياح
الدجاج ليلحن مثلها ويتفوق عليها طربا وزهوا مفروضا. بعد فترة عاد الرجل إلى الخم، وحين لمحه الديك استبشر خيرا وتوقع أن يعفيه من وظيفة تقليد الصياح كما الدجاج، لكن المفاجأة أن الرجل لوح بسكينة في وجهه وصرخ فيه: إن لم تبض مثل الدجاج فلا أذبحنك. بكى الديك متأسفا ومنهارا وكله أسى ليتمخض على الصرخة باكية: ليتني مت وأنا أؤذن. النتيجة: مهما خذلتك الحياة عيش رجلا، من تنازل مرة باض 1000 مرة. فقرة قالوا وقلنا، أو اكتب حتى نراك، اكتب حتى نراك. لقد أصبت بالقنطة وأنا أسمع أن أندونيسيا قالت أن جيشها وضعته تحت تصرف العرب إذا ما قرروا المعركة لتحرير القدس. أندونيسيا تفعل هذا والعرب يوجهون جيوشهم لقتال بعضهم في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، ويرسلون الأطفال بالحجارة لتحرير فلسطين. حتى المظاهرات المؤيدة للقدس أصبحت توكل للأطفال. سعد بوعقبة. للأسف يا أستاذ بوعقبة، هي الحقيقة المطلقة في القضية أصبحت دم أطفال في مزاد المتاجرة بحياتهم فقط عندنا نحن، وبدلا من أن يحمي الكبار أطفالهم يرمون بهم إلى المحرقة ثم يسمونهم شهداء في تغليط لمعنى الاستشهاد. الأطفال ولدوا ليعيشوا ويكبروا وليس ليستشهدوا مباشرة بعد الفطام. إننا في الجزائر للأسف الشديد كل واحد منا بداخله حوت أزرق، الكبير يأكل الصغير مثل الأسماك في البحار، القوي يمحق الضعيف مثل الحيوانات المفترسة في الغابات. رياض بن وادن، جريدة الحوار. للأسف يا سي رياض، الغابة وليست الغاية تبرر الوسيلة، والحوت الأزرق لعبة جسدت فعلا وقولا كم هو سهل أن تغير ساحة اللعب لتغطي الغابة بشجرة أو حوتة زرقاء. شحال راهو كيلو السردين الأزرق طبعا. إننا اليوم على أبواب الموجة الثانية من الربيع العربي، وما يحدث في السعودية ما هو إلا مؤشرات تنبئ بتغيير عميق ستكون انعكاساته عميقة على تطورات المنطقة خلال 20 سنة القادمة. حميد عياشي، جريدة الحياة. لا توجد نبوءة ولا مؤشرات يا أستاذ عياشي، القضية وما فيها. اللعب أصبح مكشوف، والشاب خالد هو ربيع المملكة الراقص والقادم من وراء درنا الأمور في براكة مرنكة. فيسبوكيا أو كتبوا على جدرانهم الافتراضية، هذا على فرض أن هنالك جدران افتراضية، تكتب حرف اتخلصوا. التيف المسيء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تقف خلفه جهة تابعة لحركة حمص حسب معلومات وصلتنا من عدة مصادر في الجزائر. وقد تم استغلال مجموعة من غوغاء الملاعب لتنفيذ عمل غوغائي لا يمثل بلا أدنى شك أغلب الجزائريين الذين يحترمون السعودية شعبا وقيادة. أنور مالك. أدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنع حق الكلام لفيالق من الحمقى ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورا. أما الآن فلهم الحق في الكلام مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء. الأكيد أن أمبيرتو إيكو قائل هذه العبارة لا يقصد أمثال أنور مالك، لأن الأمر لا يتعلق بالحماقة ولا بالبلاهة، ولكن بعلم الشيتا العابر للدولارات والقارات. المهم أمبيرتو إيكو ما زال ما لحقهاش. حتى لا يستبد الحزن بقلوب المتباكين عن الثقافة والحداثة ومعالم التراث في بلادنا، نطمئنكم أن صاحب اللحية الكثة الذي هجم على هبل عين الفوارة مهبول، بدليل أنه كان قبل فترة قليلة نزيلا بمصحة الأمراض العقلية. لكن المجنون في الحقيقة حتى ولو اعترضنا على تصرفه فقد نبه العقلاء إلى خلق الحياة. عبد الحميد عثماني. نعم يا سي عثماني، نبههم أن تمثال المرأة كان عاريا ومكشوف الصدر وأشياء أخرى. المضحك أنهم سيعيدونه لسيرته الأولى. التمثال تمجيد التفاهة ضرورة حتمية. الخوف كل الخوف أن أدخل غدا إلى القاعة رقم 10 وأجد نفسي على موعد بفاجعة جديدة كمشروع للدراسة.
بعد الكارثة الأليمة التي ألمت بنا واستيلاء الحوت الأزرق على المكان والأذهان، بعدما أصبحت هناك ندرة في المواضيع وبات الأمر مستعصيا في انتقائها أو مواكبة التطور الحاصل في مجال الإعلام وفق ما تمليه الضرورة البحثية. أمال ميزي: الحوت الأزرق في عينيهم ينادينا نحو الأعماق. يا دكتورة أمال. المهم، ويستمر العطاء والمواضيع متوفرة، ومن الحوت البومارت وقد نصل إلى ظهور الديناصورات. الجزائر صعيبة يا دكتورة، شعب فارغ شغل وحكومة عفريتة. إلى فقرة خاتمتها السيرك. خاتمتها سيرك، والسيرك كما نعلم فنون وجنون ومجون أحيانا. سيرك هذا العدد تختزله صورة عن زفاف من نوع خاص جمع بين صاحبة الحسن والدلال هنوف وبين صاحب السمو عجلان. تخيلوا أن عجلان أهدى لهنوف قلادة ذهبية قيمتها 14 مليون ريال، عرس أسطوري بين ناقة وبعير. الكل كان فرحان، فقط أخينا هذا من مملكة جارنا أمير المؤمنين لم يتمكن من مشاركة هنوف وعجلان فرحتهما لأنه كان منشغلا ببيع طفلته وطفله في أسواق المملكة. أمة ضحكت من عجلانها وهنفواتها الأمم. بالمغرب يبيعون أطفالهم وبالخليج يزوجون عجلانهم، وقادمون يا قدس قادمون بمثل هذا. جزائري شهم لا يجد قوت يومه لكنه حمل لافتة القدس عاصمة فلسطين. اللافتة تزين طاولة الخضر والفواكه. هذا الشاب لم يتخرج من الجامعة، فقط من الحياة، عكس طالبة بجامعة سرق منها شيئا مهما، فكتبت قصيدة من نوع خاص، قصيدة الله يفتت لحمك. اللي دات سروالك هل كان منشور ترجعوا مانيش مسامحاتك دنيا واخرة، الله يفتت لحمك كما لبستي الحرام. ردوا السروال لصاحبته فالجامعة ليست بخير. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.